السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما ابدا الفيديو هوريكم كده شويه حاجات جبتها، وقبل ما ابدا الفيديو برضو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو كده، وعايزين نتفاعل في القناه ونكتب كومنتات، ويا ريت تشيروا القناه الفيديوهات لحبايبكم عشان يشتركوا في القناه. النهارده شويه مشتريات جبتها كده، هعمل بقى الغدا النهارده. جبت نص كيلو لحمه، ده هعمل معاه كفته النهارده في الغدا ان شاء الله، هتشوفوه معايا في الفيديو. نص كيلو لحمه، وجبت برضو لحمه تاني، دي لحمه قطع. جبت كيلو لحمه قطع، ده هعملها معاكم ان شاء الله في الفيديوهات دي، في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، بس مش النهارده. جبت كيلو لحمه قطع، وجبت نص كيلو لحمه، دي النهارده هطبخها النهارده في الفطار كفته، هعمل كفته ان شاء الله وهتشوفوها في الفيديو. انما اللحمه دي هعملها قطع، ده هعملها عادي طبيخ ان شاء الله. دي جبت كيلو، وجبت كمان نص كيلو قطايف من دي. النص كيلو كان عامل 20 جنيه، جبت نص كيلو هحشيها معاكم النهارده للفطار، طبعا بعد الفطار نحل بيها. وجبت كمان بطاطس، دي بطاطس طبعا ما نستغناش عنها في التحمير طبعا للسحور. جبت 2 كيلو، جبت 4 كيلو، الاتنين ب 30 جنيه، يعني الاتنين كيلو ب15، الاربعه دول ب 30 جنيه. طبعا البطاطس ما بنستغناش عنها في السحور، طبعا بنقليها في السحور، هعملها معاكم في السحور ان شاء الله. ازيكم يا حبايبي، النهارده هعمل معاكم الفطار. النهارده هعمل ايه؟ كفته برز. جبت نص كيلو لحمه مفرومه كده، فرمتها عند الجزار نص كيلو. النص كيلو بحط له ايه؟ بحط له ربع كيلو رز مطحون. انت حابه تشتريه من بره ماشي، في رز مطحون بيشتري من عند العطار عادي يعني. حابه تطحنيه في البيت عادي، انا طحنته في البيت، وزنت ربع كيلو، لازم توزنيه. النص كيلو لحمه بحط عليه ايه؟ ربع كيلو رز، وبحط له ايه؟ حوالي راس توم كده، الحجم اللي انتوا شايفينه ده راس توم كده، واحطهم كلهم على بعض كده في الكبه وافرمهم على بعض كده. ويا ريت كده وانت بتشاهديني اكتبي لي كومنت حلو كده، بتعملي الكفته زي ما انا بعملها كده ولا بتعملها بطريقه مختلفه؟ زي ما انتوا شايفين، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات كده الكفته دي بتعملوها بنفس طريقتي ولا بتعملوها بطريقه مختلفه. انا بحط النص كيلو لحمه، بحط له زي ما قلت لكم ربع كيلو ايه؟ رز مطحون، تشتري من عند العطار او انت تطحنيه عادي في البيت يعني. حطيت اللحمه، احط عليها ايه؟ الرز. وزي ما قلت لك في ناس وانا كمان ايه، في ناس كمان بتروح بالجزار بالمكونات دي وتعملها عنده، بس انا لا، ما بحبش اعمل عند الجزار. طالما عندي كبه بحب اعملها في البيت يعني، اضمن لي احط بعد كده ايه؟ فلفل اسود، التوابل اللي تحبي. انا بحط فلفل اسود وبحط كزبره، طبعا ايه التوابل اللي بقول لك اللي بحبيها. انا بحب لها احط لها التوابل دي، ما بحط لهاش ولا بصل ولا خضره، لا، بحس ان هي قلبت معايا على طعميه. جربت ده احط لها كده، قلبت معايا على طعميه، معرفش ليه. هنا عادي احط الكمون برضه، بحب احط لها كمون، بتديها طعم حلو، وملح. هما الاربع مكونات دي بقول لكم. جربت احط لها خضره وبصل، حسيت بقى كده قلبت معايا طعميه كده، ما كانش عجباني خالص. لا، قلت لا، اعملها بالطريقه اللي انا متعوده عليها. وبعد كده ايه؟ اولع الخلاط زي ما انتوا شايفين اهو، فرمتها لغايه ما وصلت للمرحله دي. شايفين طريقه ازاي؟ طبعا عشان ما تلزقش معاكي حط لها معلقه سمنه عشان هي ايه؟ تتظبط معاك وتعرفي ايه تصبعيها. معلقه السمنه دي هي اللي هتظبطها معاك. انا بقول لكم في ناس بتحب تروح توديها عند الجزار ويفرمها لها، بس انا ما بحسش ان هي يعني صراحه ما بستنضفش يعني، احس ايه؟ مش ضمنوه برضه يعني، ما اضمنش ايه اللي بيعملوا فيها او يغسلها ولا لا، مفرمه ولا لا يعني. بحب اعمل حاجتي في البيت ابقى ضمنوها يعني. وقولوا لي كده في الكومنتات بتعملوها كده ولا بتحطوا لها خضره وبصل انا جربت زي ما قلت لكم، بعد ما احط لها خضره وبصل حسيت ان هي قلبت معايا طعميه. انا متعوده اعملها كده رز وتوم وتوابل ولحمه وخلاص على كده. وجربوها بس بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم، وكمان هتحبوا تاكلوها كمان ايه؟ قبل ما تحطها في الصلصه كمان تحبوا تاكلوها. طبعا الكفته برز دي بنحب ناكلها قبل ما نحطها في الصلصه. هنا طبعا هي تفضلي تعجني فيها كده لغايه ما تنعم معاكي. ما بفرمش اللحمه، بس بجيبها مفرومه بس.
طبعا ايه الحجم ايه الصباع الكفته اللي بتحبيه، بس هي الكفته بالرز ما تحبش تبقى تخينه يعني عشان تستوي من جوه اهو. شايفين؟ طبعا كل الاولاد بتحب الكفته دي، والاولاد الكبار والصغار يعني محدش بيكرهها. الكفته دي بالذات بنحبها. وطبعا ايه كمان بعد القليه كمان بنحب ناكلها ناشفه، بس احنا دلوقتي صايمين طبعا مش هنقدر ناكلها، بنحب ناكلها كده. وانا بحط التوابل قبل ما اطبخ كده، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله الحاجه تطلع معاها حلوه. ولا محتاجه ايه العصير، اقول بسم الله الرحمن الرحيم الاقي العصير طعمه مظبوط، ولا محلي ولا ماسك، والاكل كذلك الاقيه مظبوط ملحه يعني. سبحان الله الحاجه في رمضان كده بتبقى طعمها حلو ببركه ربنا كده، ويقولي بسم الله الرحمن الرحيم والحاجه تبقى معاكي حلوه. الصوابع يعني سهله يعني مش صعبه يعني. وريت يا حبايبي كده اللي شاهد الفيديو يشترك في القناه، انا بشوف مشاهدات كتيره بس ما فيش اشتراكات. يا ريت كده يا حبايبي لما بتشاهد الفيديو فضلا وليس امرا بحب اذكركم يعني ايه تشتركوا في القناه كده عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله، نبقى عيله كبيره. وتكتبوا له في الكومنتات كده، وعايزين نتفاعل في الكومنتات عشان ايه كل ما تعملي لايك وكومنت كل ما الفيديو ايه الناس تشاهده اكتر. يا ريت يا حبايبي، ويا ريت كده شاركوا الفيديو كده لكل حبايبكم عشان يشتركوا في القناه والقناه تكبر بيكم ان شاء الله. انا حطيت السمنه تسخن على النار عشان اعمل الكفته دي عملتها معاكم. لازم ايه ما تكترش السمنه خالص يعني، عادي لما تبقى كده مش لازم تبقى سمنه غزيره يعني. ممكن يحط سمنه على زيت شايفين من الطاسه كده عشان ايه نخلص. طبعا مش هنحط ايه كميه قليله عشان من الطاسه زي ما انتوا شايفين كده نملاها كده. شايفين لونها حلو ازاي، ولا فاكه ولا سايبه من بعضها. بص ماسكيها نفسها ازاي. انتوا شو بس بنفس الطريقه دي ونفس المقادير دي هتطلع معاكم مظبوطه. شايفين لونها دهب ازاي وحلوه. طلع دول طبعا واطلع بدالهم وايه واحط كمان ايه. طبعا احنا لو فاكرين دلوقتي كنا كلنا منها، بس احنا ايه صايمين طبعا. شايفين لونها حلو ازاي. احط ايه نملى الطاسه كمان عشان ايه نخلص، عشان الوقت ايه الوقت خلاص المغرب خلاص. طبعا نخلص الايه الفطار، واقول لكم العصر يجي خلاص الوقت خلاص بيجري مننا. حاولي كده تبدا يومك بدري عشان ايه تلحقي تخلصي. هنا طبعا كنت بعمل الصلصه بتاع الكفته. جبت راس توم كبيره كده وقشرتها ودقيتها ناعم كده وشوحتها على النار. في ناس بتحط بصله مبشوره معاها، بس انا بحب احط لها توم بس. وطبعا في العين التانية بحمر الرز، طبعا ما بستناش عين بيعمل عليها حاجه، التلات عيون شغالين. الشوربه هنا بسخنها، وهنا الصلصه زي ما قلت لكم كده بحب اشغل التلات عيون. دي كانت الشوربه بتسخن، وهنا الرز، وهنا دي الصلصه اللي بعملها للكفته. طبعا ضربت طماطم كده وحطيتها فيه وتسبكت، لازم تخليها تتسبك الاول وبعد كده تحط فيها الكفته، تحط لها فلفل واسود وملح وخلاص على كده. هنا كان الرز حمر سبتها تتسبك، وهنا ايه قلت اعمل الرز. هنا كان الرز حمر خلاص، حطيت عليه الشوربه عشان يستوي. زي ما اقول لكم كل عين عليها حاجه. والحله التالتة دي كنت بعمل الشربات للقطايف. عملت الشربات عشان طبعا يبرد، هو لونه كده بس من السكر. طبعا انت عارفين السكر الخشن بيبقى اللون ده. قلت اعمله كده عشان يبرد، وبعد كده ايه اعمل القطايف. دي كانت سبكت الكفته، احط عادل بقى الكفته عليها، وبعد كده ايه ازودها شوربه على حسب ايه ما انا حابه كميه الصلصه قد ايه يعني. لازم تزودها شوربه يعني. حبيت ازودها شوربه ما زودها، لو عايزه تزودها ميه ماشي لو ما عندكش شوربه، بس انا كان عندي شوربه زودتها شوربه يعني. يا ريت تجربوها بالطريقه دي وهي هتعجبكم ان شاء الله. شايفين لون الصلصه عامله ايه، والكفته ولا ثابت ولا فكت ولا حاجه. وزي ما اقول لكم في ناس بتحب تقطع بطاطس وتحطها معاها، لا احنا مش متعودين عليها كده. احنا متعودين نحط الكفته في الصلصه وخلاص على كده. وهنا الرز بيستوي، وهنا طبعا ايه انا جهزت معاكم الحشوه. حطيت زبيب وجوز هند بس.
حابه تحط فول ماشي، مش حابه خلاص. انا ما حطيتش النهارده فول، قلت كفايه الاتنين دول. وده طبعا القطايف اللي جبتها معاكم في شويه المشتريات اللي جبتها الصبح. هوريكم ايه ده. طبعا هي مش محتاجه حد يوري حد يعني القطايف تتعمل ازاي، بس انا بحب اعملها معاكم، بحب اعمل يوم كله معاكم. يا ريت بس هي لو يفضل لو كانت كبيره شويه عن كده عشان هي تشيل حشوه. زي ما قلت لكم كده يفضل ان هي تبقى كبيره شويه عشان هي تشيل معانا حشوه. دي مش هتشيل حاجه، وشايفين مش شايله اي حاجه خالص. وعشان كمان نعرف نقفلها. دي صغيره خالص، دي اسمها عصافير، بس دي صغيره يعني. دي ممكن تتعامل للي ما بيحطش فيها حشوه ماشي. اللي انا حسابها لو هتحط فيها حشوه مش شايله خالص يعني، بس هتأدي الغرض وخلاص يعني. اهو نعملها وخلاص يعني، طالما جبناها مش هنرميها يعني، هنحط لها زي ما تشيل وخلاص. اهو طبعا اكتبوا لي في الكومنتات كده بتعملوها، عملتوا النهارده ايه في الفطار. ويا ريت كده نتفاعل على القناه شويه كده ونكتب كومنتات حلوه ونشارك الفيديو كده لحبايبكم عشان يشتركوا في القناه، عشان القناه تكبر ان شاء الله. بحب اذكركم مع كل فيديو، بحب اذكركم بالاشتراك في القناه. يا ريت كده تشاهدوا. انا بشوف مشاهدات كتيره بس مفيش اشتراكات. يا ريت اللي يشاهد كده يشترك في القناه. تشيل عاديه. دي صغيره دي طبعا في اكبر من كده، بس اللي كانت موجوده جبتها وخلاص. بس انا اضطريت اجيبها عشان هي دي اللي لقيتها في السوق، بس ما لقيتش من الكبيره جبتها وخلاص يعني. انا لو كنت لقيت من الكبيره كنت هجيب الكبيره ده. جبت ده وخلاص كده هتقضي الغرض وخلاص. مره تانية عادي اشوف الاكبر منها عند حد تاني. هي كويسه وكل حاجه، بس مشكلتها ان هي ما بتشيلش الحشو جواها. هنا كنت هقلي القطايف. هنا طبعا انا ما لقيتهاش قبل الفطار، ما لحقتش اقليها، كان خلاص المغرب خلاص هيأذن. قلت بعد الفطار ان شاء الله على طول ابقى اقليها. طبعا بعد ما فطرنا وصليت المغرب بعد كده قلت هقلي القطايف. قليتها طبعا انتوا شايفينها، بس والله كان طعمها كويس وحلو يعني. انا كنت عاملاها يعني مش هتبقى حلوه، بس طلعت كويسه وحلوه وهتشوفوها يعني. هي القطايف يعني سهله، زيت كده وسخن. اهم حاجه الزيت يبقى سخن وتحطها فيه، وبعد كده تحطها في الشربات وطعمها يبقى حلو برضه. بس هو يفضل انت تقليها قبل المغرب عشان تشرب الشربات بتاعها. بس انا الوقت كان معايا ما كفاش قبل المغرب، قلت مش مشكله خليتها في الكيس بتاعها كده. ويا ريت تقفلي الكيس كويس عشان ما تنشفش مني. هنا حطيتها في الشربات، شايفين لونها دهبي ازاي؟ كان طعمها زي السكر، كان لونها ذهبي وحلو كده ومرمشه من بره وطريه من جوه. كانت طعمها مظبوط يعني، حلاها كان مظبوط. وبعد كده حطيت طاسه كمان. يا ريت ما تحمرهاش قوي عشان ما تتحرقش منك. هو ده لونها مظبوط ده. وبعد كده حطيتها في الشربات تاني. هي طعمها كان شوفوها كمان، هقسمها قدامكم اهو. كان طعمها زي السكر، شايفين حلوه ازاي؟ الحشوه جواها وطيبه زي ما بقول لكم، مهرمشه من بره وطريه من جوه. وهنا كنت بدوقها. هنا طبعا كان بعد المغرب وفطرنا كنت بدوقها. ده بعد ما حضرت ده المفروض ده الفقرة دي معلش جت بعد القطايف. المفروض قبل القطايف دي. هنا حطيت الفطار وفطرنا الحمد لله. وبعد كده ده غسيل المواعين. ده هنا بغسل المواعين طبعا زي ما انتم متعودين. الفيديو بتاع من بداية اليوم لنهايته، يعني من اول ما اعمل الفطار لغاية ما اغسل المواعين. بحب اجيب لكم اليوم من البداية للنهاية يعني. اهو مش هحرمكم من حاجة. يا ريت ما تحرمونيش انا كمان من الاشتراك والكومنت الحلو. ويا ريت كده انت بتشاهديني بلاش تشاهديني في صمت، تكتبي لي كومنت حلو كده وتشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو لحبايبك كده عشان يشتركوا في القناة. يعني انا بشوف مشاهدات كتيرة، بس يا ريت على عدد المشاهدات دي اشوف اشتراكات وكومنتات ولايكات كده حلوة كده زيكم ان شاء الله. هنا طبعا الاطباق اول حاجة البداية الكوبايات، وبعد كده الاطباق. وبعد كده لو عندك اي حلل كده عاوزة تفضيها فضيها في حلل تلاجة. لو عندك حلل تلاجة فضيها يعني، ما تخليش حاجة متبقية كده عندك عشان ما تكسليش. طبعا بعد كده هنصلي العشاء وهنرتاح. بعد كده هنستنى عاد شويه وبعد كده نجهز السحور. طبعا السحور ما بنجهزوش على طول، بنجهزه بعدين يعني. هنا برضو خدت الطاسه دي اللي كنت بقليها فيها القطايف. ولو وصلت لغايه هنا يا حبيبي ما تنسوش تشتركوا في القناه، ومع السلامه.